انا اسمي احمد البسه، ووقع كلمه البسه على ودن ناس كتير ما بتبقاش سهله يعني. فمن وانا صغير بكلم واحد صاحبي قال لهم مساء الخير لو سمحت هشام موجود؟ اقول له مين؟ احمد البسه. احمد ايه؟ احمد البسه. فبقى متخيل الناحيه الثانيه يعني والاقي بقى حد بينده يا هشام كلم واحد صاحبك بيهزر بيقول ان اسمه احمد البسه. لما دخلت الكليه تمام واحد اسمه احمد البسه اكيد هيخش كليه ايه يعني؟ فطبعا يعني بقى عن التريقه بسه هيخش بيطر يعني. مع ان لما دخلت الكليه لقيت معايا في السكشن محمود البغل وسمر الحلواني. طبعا جمعنا بعضنا في الكليه وكنا قاعدين في المزرعه دايما السكاشن طبعا صحاب الحيوانات في السكاشن اكتر حاجه قابلتني جامده جدا انا سافرت بره تمام وكان في المفروض راجل مستنيني في المطار فكان ماسك يافطه وواقف مستر البسه مستر البسه. طبعا الناس كلهم اللي جايين معايا في الطياره قلت بقى اسمه مين مستر كلهم اللي جاي البسه ايه؟ البسه ويقدم لي كل حاجه نسوا البسه. خلينا على المشكله دي انا جاي النهارده احكي لكم قصه. طبعا حضراتكم كلكم بتشوفوا المهرجان واكيد مش عارفين المهرجان ده اتعمل ازاي من زمان فانا جاي احكي لكم قصه المهرجان. فهنقول كان يا مكان ولا يحلى الكلام الا بذكر النبي عليه الصلاه والسلام. زيدوا النبي صلى الله عليه وسلم. كان يا مكان في سالف العصر والزمان من 100 عام او يزداد عامان كان يوجد مهرجان وكان مديره رجل غلبان ضعفان مرضان هفان اسمه ابو الغيطان. وكانت توجد فتاه سمينه فتينه اسمها لينا وكانوا يتركون لها الاشياء المتينه. فذهبت الى وزير التدابير وأعطاها حفنة من الدنانير فقالت له قليل فقال لها هو ده كان عقل ولو مش عارف يشد الحل. فأرسلت الحمام الزاجل إلى فرق القبائل وجاءت بالشباب الشجاع وعملوا مهرجان الإبداع. الله الشباب ولجان المهرجان طبعا حضراتكم عارفين ان احنا حوالينا شباب كتير جدا بينظموا المهرجان متمثلين في لجان زي لجان الامن ولجنه النشره ولجنه اعداد المسرح وطبعا اللجنه الكبيره اللي محدش يقدر يقرب لها هي لجنه التحكيم. الناس هنا في المهرجان وفي اي مهرجان عامه بيتعاملوا مع لجنه التحكيم وكانهم ممنوع اللمس او التصوير. اوعى. وطبعا اصلا لجنه التحكيم يعني تلاقي دلع ما يتدلعش بقى فما تعرفش عادي بقى افضل التحكيم شخص معانا عادي كده فجاه تلاقي انت نازل ايه يا عم عارف بيس يا خلاص. لا طبعا يا جماعه استاذ خالد تمام. بنختلف كتير في العروض يعني نقعد كده ونشوف احنا عايزين نعرف الجائزه بتاعت المهرجان هتروح لمين جائزه الممثل الممثله العرض مش عارف ايه ويبقى المهرجان كله متفق على حاجات ونلاقي اللي احنا نطلعها نتيجه ثانيه خالص. حد بينزلهم جوه؟ ماشي ونلاقي النتيجه طالعه حاجه ثانيه خالص. فحبينا نعرف ايه مقاييس اللجنه انها تختار. فاكتشفنا المفاجاه اللي محدش فيكم يعرفه اللي مفيش حد فيكم يعرفه ان لجنه المهرجان بتقيم العروض على حسب الحته. الحته المده كل مخرج بيبقى جاي معاه حته المده. واحد جاي معاه قطه التاني بطه واحد جاي معاه بسه ايه؟ جاي معاه بسه. طبعا المخرج اللي هيجيب معاه بسه مش هياخد حاجه. ايه يعني ايه يعني كتير. لا بس انا فاكر ان انا اديتك مره وانت لسه
واقفين في سوق عكاظ. يعني كان المخرج واقف انظروا الى تلك الحاجه. ويقعد بقى على التحليل جوه بقى. فلان الاستاذ فلان بدون ذكر اسماء بقى يقعد يقول له ايه؟ انت شفت العرض الفلاني؟ لا البنت كانت مشغوله. التاني يقول له لا التانيه كانت يعني مليانه شويه كده، لا مؤاخذه يا دينا. لا دي تعرف الاول. لا معلش انا احب كده. تمام. على ذكر يا جماعه عروض المهرجان السنه دي برضه احنا شايفين ان وده سبب ان احنا عملنا ستاند اب كوميدي، ان كل العروض فيها قتل، سلوك تتشل، البنت تموت، فقررنا نعمل حاجه كوميديه يعني، فلربما ان العرض الجاي يكون كوميدي ونخرج شويه من المود بتاع ونقوم تاني مش عارف ايه وصديقي مات. تمام؟ شكرا لسماعكم. اهلا بيكم في ميديا غمر. معانا ستاند اب كوميدي الفنان الجامد جدا الدكتور احمد البسته. عرفنا بقى عملت ايه وايه الفكره وجت منين وايه اللي حصل؟ هي الفكره انه مهرجان اسمه مهرجان الابداع، وفكرنا ان احنا لما يبقى في مهرجان ابداع مش بس الابداع يبقى في المسرح، نحب الافكار الجديده وكده. فكان الباشمهندس وليد قدور اقترح ان احنا نعمل زي ستاند اب كوميدي او سكتشات تتعمل من ناس اصحاب المكان هنا، يتعرض بين العرضين وبس. هي الفكره كده. انا النهارده عملته، بكره ان شاء الله فتحي جديله وبعده ريم وبعده وليد، والموضوع ان شاء الله يستمر عندنا ان شاء الله. طيب بشكرك جدا يا دكتور، وكانت معكم ميديا غمر، وان شاء الله نشوفكم في اخبار جديده. شكرا.